تبنى الأمم بسواعد أبنائها وخبرات علمائها، وكانت المبادرة القومية لبناء مصر جديدة بسواعد مصرية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. رحلتنا اليوم داخل قسم الكيمياء الحيوية بكلية علوم الإسكندرية، لنتعرف على نخبة من العلماء يقومن بابتكار علاج لأمراض تؤرقنا في حياتنا. المعمل بتاعنا معمل بيخص العلاجات الجزيئية. بمنتهى البساطة احنا بنحاول نجد علاج بالتحديد لأمراض الكانسر، فاحنا شغالين على خطوط معينة اللي هو سرطان الثدي وسرطان الكبد، وكذلك الأمراض بتاعة الخلل العصبي زي الباركنسون ديزيز أو مرض الشلل الارتعاشي. ببساطة شديدة في مرض الكانسر المشكلة الكبرى إن بيبقى فيه مشكلة واحدة، هي ريزيستنس، المقاومة. دايما مرض الكانسر بيقاوم الإشعاع وبيقاوم العلاج بالمواد الكيماوية، فاحنا بنحاول نتغلب على هذا الشيء. بنحاول نستخدم، وطبعا كل شغلنا بالاتصال بالجامعات الاخرى، بنحاول دايما نستخدم المواد الطبيعيه عشان نتغلب بيها على مقاومه السرطان للكيموثيرابي او العلاج الكيماوي. كذلك بنحاول نشتغل برضه على الامراض العصبيه، بنحاول نشوف المولكيولر ميكانيزم او الميكانيكيه الجزيئيه في المرض ده بيحدث ازاي، وده طبعا بالاتصال مع جامعه بوردو. بقى عندي شغل كذا رساله مع الدكتور نيكولا مالي في جامعه بوردو في فرنسا. لكل داء دواء، تلك المقولة لها وقع خاص على علماء قسم الكيمياء الحيوية بكلية علوم الإسكندرية، فإلى جانب قيامهم بالتدريس وتعليم طلاب العلوم، فهم أيضا يبتكرون علاجات لمرضى الزهايمر وفيروس سي والسرطان. عندنا الحمد لله بنحاول نعمل كل العلاجات المتاحة اللي ممكن نعملها. كذلك بنحاول نوصل لحاجة مهمة جدا، عملية دي يمكن أهم جزء يمكن أقولها النهارده للناس، اللي هو عملية تارجتنج، عملية توجيه العلاج للخلية السرطانية دون التأثير على بقية الجسم. وهو دوت عمليته زي انك انت تعمل ديزاين للدراج علشان يبقى موجه للخلية السرطانية فقط. وبنعمل الحكايه ديت بطريقتين اساسيتين، يا اما عن طريق الليبوسوم، ودوت معايا الدكتوره دعاء عثمان مع الجامعه بتاعه المانيا، وكمان بنعملها بطريقه ثانيه استخدام النانو تكنولوجي، وهو ذات المحاولات الطبيه اللي احنا بنحاول نعملها. الدكتورة دعاء غريب نموذجا للمرأة المصرية التي تعشق ما تعمل بشهادة زملائها. رفضت إغراءات العمل بالخارج لأنها تعشق تراب وطنها، هدفها الوحيد خدمة أبناء الوطن بعلمها. المعمل شغال على 4 مشروعات: مشروع العلاج التهاب الكبد الوبائي ما يعرف بفيروس سي، سرطان الكبد، نقص الخصوبة عند الرجال، وعلاج مرض الألزهايمر أو النسيان، من خلال 9 مشروعات بحثية جوه المعمل: 2 لعلاج نقص العقم، نقص الخصوبة عند الرجال، 1 لعلاج الألزهايمر، 1 لعلاج فيروس سي، و1 لعلاج سرطان الكبد. ومشتركين مع مدينة الأبحاث العلمية في عمل الشكل الدوائي للمركبات الكيميائية اللي استخرجت من نباتات طبية لعلاج فيروس سي وسرطان الكبد. المعمل طبيعته ان هو بيشتغل على فصل المواد الطبيعية من النباتات الطبيعية. اوريدي احنا عندنا دلوقتي 3 مركبات طبيعية تم استخراجهم عشان علاج فيروس سي، وابتدينا في شغل بعد كده ان احنا نحول المركبات دي لمركبات دقيقة او ما يعرف بالنانو دراج، على أساس إنها تساعد أو تساهم بشكل أكبر في علاج الفيروس أو علاج السرطان. تم استخدامها فعلا على بعض المرضى
بس بطريقه ان هم كانوا فولنتير ان احنا نستخدم معاهم العلاج بتاعنا لعلاج فيروس سي، وكانت نسبه الشفاء تصل الى تقريبا 70% للناس بس اللي هي ما كانش عندها استجابه تماما للانترفيرون اللي بيستخدم في مصر. الاجهزه اللي موجوده في المعمل كلها اجهزه تم الحصول عليها من مشاريع بحثيه عشان تخدم استخلاص المركبات الطبيعيه وعشان تخدم شغل التيشو كالتشر او زرع الخلايا في المعمل، وتخدم قياسات اللي خاصه بالميل انفيرتيلتي. عدد الطلبه اللي عندنا ما يتراوح بين 20 طالب من مصر، من مختلف الكليات والجامعات المصريه. عندنا طلبه من تربيه، طلبه من علوم، طلبه من المعهد، عندنا طلبه انترناشونال ستودنت من دول عربيه او دول افريقيه. تساؤل طرحناه على علماء كلية العلوم: كيف نكتشف أبنائنا الذين لديهم موهبة الابتكار والإبداع، وخاصة من يعشقون الابتكارات العلمية؟ الحقيقة كلية العلوم جامعة اسكندرية متميزة جدا في الارتقاء بالبحث العلمي والبحث والتنقيب عن العلماء، وخاصة صغار العلماء، لبناء جيل جديد من العلماء في مصر. بقالنا عدة سنوات بنبحث كيف ننشئ عالم. بدأنا الحقيقة من عدة سنوات ان احنا بنستضيف طلاب المدارس. للطالب في المدرسة في اسكندرية، مدارس الإعدادية ومدارس الثانوية، اللي عنده فكرة بحثية أو بيعمل تجربة بحثية وعنده زي فكرة براءة اختراع، الكلية بتستضيفه. التعاون اللي بين المؤسسات، المدارس، او بين المكتبه، او ما بين الكليات وما بين المعاهد البحثيه، او من صندوق العلوم والتكنولوجيا، او التعاون اللي مع الجامعات العربيه او الجامعات الاجنبيه، بيولد ان انا بعرف اصنع طالب جديد، او المنتج بتاعي بيكون طالب او باحث علمي. بدليل ان احنا عندنا طالب في ثانيه ثانوي اسمه احمد، قدر دلوقتي يوصل انه عنده علاج لالزهايمر. العلاج ده هيسجله براءة اختراع بإذن الله بعد ما يرجع من الولايات المتحدة الأمريكية، وهيدور على شركة إنها تبتدي تتعاون معاه في تصنيع الدواء ده. بالنسبة لنا إحنا طلبة الأبحاث العليا بتوعنا بيسافروا بره، بيتعلموا التكنولوجي اللي موجودة في المعامل الأجنبية، وبعد كده بييجوا يطبقوها جوه المعامل المصرية، فبالتالي بيرفع من شأن المعامل بتاعتنا، وبنبقى عندنا أحسن التكنولوجي اللي موجودة في العالم جوه المعامل بتاعتنا. التعاون ده ادى ان يبقى عندنا براءات اختراع لمنتجات مصريه. العالم دلوقتي هو اللي عايز يشتريها مننا، بدليل ان احنا البراءتين الاختراع واحده منهم الولايات المتحده عايزه تشتريها، وواحده ثانيه دوله عربيه عايزه تشتريها مننا على اساس انها تستخدمها في تصنيع الادويه دي. ان احنا نتعاون في معمل مع مدينه الابحاث العلميه في مشروع قيمته 14 مليون جنيه، فده في حد ذاته تقدم من المعمل هنا في كليه العلوم او لمدينه الابحاث العلميه، لانها اوريدي شغاله على المنتجات بتاعتنا احنا عشان تصنعها بشكل دولي. الحقيقه سنه 2011 لما فكرنا ان احنا كمان نشوف الابتكارات على مستوى العالم العربي، دعينا المجلس الاتحاد الجامعات العربيه اللي بيعمل لقاء كل سنة في دولة عربية، واتعمل الملتقى ال14 لاتحاد الجامعات العربية داخل كلية العلوم. والثلاث جوائز الأولى اللي فازوا بيها على مستوى الوطن العربي كانت كلية العلوم جامعة اسكندرية، إن طالبة فازت باختراع خاص بإنتاج الطاقة للطيارة من الهيدروجين، الطاقة النفاثة من الهيدروجين. وطالب تاني اخترع او اكتشف في الكيمياء الحيويه علاج للزهايمر مع استاذته، وهو كان طالب في المستوى الثاني بس بيعمل ابحاث مع استاذه في الكليه. أحمد علي فتى مصري نفتخر به، حينما تتحدث معه تجد رقيا في الحديث. أحمد عاشق للعلم، ورغم صغر سنه فله ابتكارات حصل على جوائز عنها. فكرتي بدأت بفاتية بمعنى الكلمة، بحاجة مش منطقية. أنا فكرت وأنا قاعد في البيت الخلايا بتموت عشان كده الناس بتنسى، طب أنا ليه ما بدلهاش؟ ودي كانت بداية كل الحكاية. من غير ما أعرف، من غير ما أقرأ، أنا كنت لسه مخلص تركيب الخلايا العصبية من كام شهر في المدرسة، ما أعرفش أي حاجة تانية. كل اللي فكرت فيه طب وليه لأ؟ من هنا بتبدأ أي فكرة، كلمة ليه لأ؟ ليه ما أقدرش إن أنا أعمل حاجة؟
واحده واحده كان الموضوع فات. بعد كده تبدا تدور، تبدا تركز، تبدا تقرا شغل ناس تانية، تعرف طب الكلام ده واقعي، طب انا هقدر انفذ فيه لحد فين، طب ايه اللي اتعمل، ايه اللي انا اقدر ازوده، انا هتبقى قيمتي فين، قيمه الشغل اللي انا عايز اعمله ده فين، اقدر اوصل له ازاي. طب هو ده الخطوه الاولانيه ولا الخطوه الاخيره؟ يعني انا اكتشفت ان اول خطوه كنت عايز ابداها دي اخر خطوه اللي انا دلوقتي لسه بفكر هشتغل فيها. بدات بخطوه تانية اللي انا كنت بعتبرها خطوه جانبيه، في الاخر دلوقتي بقت صلب مشروع، بقت الاساس ان انا ببني عليه. فهي الفكره كلها ان كلمه ليه لا، وان انت في الاول ممكن تفتي وتفكر بشكل مش منطقي اصلا، هي دي بتبقى بدايه شغل كتير جدا. مش حاجه عجيبه ان معظم الاختراعات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بنعيش بيها عباره عن مجرد حلم او مجرد حاجه كانت ناس بتضحك عليها. يعني حقيقي هي دي بدايه كل حاجه، بتبقى عباره عن حاجه مش منطقيه، وبعد كده مع الوقت ومع الشغل تتحول لواقع ملموس حقيقي. ابتكر أحمد علاج للزهايمر، وسيشارك بابتكاره في أمريكا ضمن أحد المسابقات العلمية. انا باختصار كنت قاعد في مره زهقان، اكتشفت ان انا عندي ميول علميه، بدات اتكلم في الموضوع ده مع اهلي. بالصدفه رحت اسكندريه، بدات اتعرف ان في مسابقات بتدعم ان انت تفكر، ان انت تبتكر عشان تحاول في يوم من الايام ان انت توصل تبقى حاجه. دي كانت بدايه طريق. قعدت افكر فتره انا عايز اعمل ايه. لحسن الحظ كان عندي حد من اهلي يعني متأثر بمرض الألزهايمر، فأنا كنت بشكل مباشر وغير مباشر مهدد بإن أنا يجيلي المرض، ومهدد بمشاكل عائلية بسبب المرض. فبدأت أفكر في إن أنا إزاي أعالجه، ومن هنا بدأت بقى فكرة إن أنا عايز أعمل علاج. في الأول كان إن أنا عايز أبدل خلايا ميتة، بعد كده اكتشفت إن مش هو ده بداية الطريق. دلوقتي أنا حاليا شغال على إن أنا إزاي أقدر أوقف العوامل اللي بتموت الخلايا في حالة الألزهايمر. أول مرة جيت الكلية هنا يمكن كانت أحسن مرة في حياتي. بدات اتعرف على ناس انا دلوقتي بعتبرهم اهلي، مامتي الروحيه طبعا، دكتور دعاء رئيس المعمل ده، الدكاتره اللي شغالين هنا فرد بدون ذكر اسماء عشان ما انساش حد بجد، عشان محدش يزعل مني، اخواتي الكبار وناس انا منتمي لها طول حياتي، قدروا ان هم يدعموني طول الفتره اللي فاتت. قعدت شغال تقريبا على المشروع ده حوالي 5 سنين، دي السنه الخامسه ليا. السنه دي الحمد لله اتوفقت في المسابقه بتاعت اسكندريه، انا رايح امثل مصر في الولايات المتحده الامريكيه ان شاء الله في اكبر مسابقه للبحث العلمي تحت الكليات. بندعي ربنا ان شاء الله ان ربنا يوفقني، وان انا اقدر ارفع راس اسم مصر ان شاء الله انا وبقيه الفريق اللي معايا، ونبقى قد التحدي ان شاء الله في وسط العالم كله. أحمد عندما تسمع له تشعر بأنه ابن لك، تبكي فرحا بحديثه عن العلم والابتكار، وهو ينصح كل أب وأم كيف يتعاملون مع أبنائهم. انا بقول لكل اب وام ومنهم اهلي انا شخصيا، ما تضغطش على هو لما هيبدا يدخل مجال البحث العلمي بالذات او المجال اللي هو عايزه ايا كان، هو هيعرف طريقه لوحده، هيعرف قد ايه المدرسه مهمه بالنسبه له. هو بيذاكر وبيستحمل اي حاجه عشان انا حاطط حلم قدامي كمان كام سنه انا عايز اوصله. ما تضغطش عليه، هو بيفتي، كلنا عارفين ان احنا بنفتي ما حدش فينا من الكبار للصغيرين ما بيفتيش، بس الفكره كلها فتك هيوصلك لحد فين، هتعرف ان انت تمشي وراه لحد ما توصل لحاجه صح ولا لا. السبب منور، بس طول ما احنا ماشيين ورا ساينس، ورا علم، ورا كونسبتس او مبادئ ماشيين وراها، مش ماشيين ورا فتي ملوش علاقه بالمنطق، مش ماشيين ورا احلام ما بنعرفش ازاي نجري وراها، مش ماشيين ورا وهم واول طوبه بتخبطه بيقع ونقع معاه. وتستمر رحلتنا في البحث عن سواعد مصرية تبني الوطن بالعلم والابتكار.